السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخيرات، ويا رب تكون أمسية خير وأمسية هادية في البيوت كلها. حقيقي ليكوا وحشة، بقالي حبة حلوين، احنا داخلين في أسبوع تقريبا ما تقابلناش، ما قعدتش قدام موبايل، ما سجلتش أي حاجة خالص، ما اشتغلتش تقريبا خالص فترة العيد. تعمدت إنها تبقى أجازة، والشهادة لله هي كانت أجازة. أجازة تقيلة وطويلة وزحمة وملخبطة، وفيها شوية أحداث كتير قوي. وفوجئت ان ناس كتير من متابعينا ومن الاصدقاء ومن المعارف ومن الاهل باعتين يقولوا لي سماح، العيد اللي فات ده كان من اغرب الاعياد اللي عدت علينا كلنا. ناس كتير سبحان الله ربنا اختبرها بالفقد، وناس كتير ربنا اختبرها ببعد ناس عنهم وقرب ناس منهم. وطبعا كنا في ايام كريمه، العشر الاوائل، الحج، كل سنه وانتم طيبين، ويا رب يوعد كل مشتاق ويعيدها على اللي ربنا اكرمه بالحج مرات ومرات. ولكن الملخص انه كان اسبوع غريب. عشان كده النهارده انا ما قعدتش حلقه، انا استنتجت حلقه. واستنتجت دي مش فعل يعني لوزعي عبقري انا خلصت بيه بعد يعني زي ما بيقولوا كده بحث وتمحيص علمي خالص. كل الموضوع ان انا في الاسبوع اللي فات ده قعدت كده حسبتها كام حسبه، حسبات تبدو بديهيه جدا، وكتير قوي منكم هيقولوا انهم سمعوها 1000 مره، وانا سمعتها 1000 مره وقلتها 1000 مره. بس وقوع يقين الحسبة دي في قلب كل ست بالذات مش هيبقى سهل. عشان كده انا جايه النهارده اقول لك حقيقي احسبيها صح. الفترة اللي فاتت يمكن انا ما بتكلمش معاكم عن تجاربي الشخصية كتير، انا بتكلم معاكم غالبا عن الاراء العلمية او الفنية او الشرعية في اي موضوع احنا بنتكلم فيه فيما يخص العلاقات او الاسرة. النهارده هديكم ملخص نحسبها ازاي صح من واقع كم خبرة شخصية كده. جزء منهم طبعا كان في المكتب، انا المكتب من كذا سنة بتعلم منه اكتر من اللي اتعلمته في عمري كله، وبشوف في الواقع مش اضعاف، لا اضعاف ايه، انا بدور على كلمة اكبر من اضعاف، ملايين اضعاف اللي ذاكرناه في الكتب. الواقع فيه حاجات ما اعتقدش ان المؤلفين عرفوا يوصلوا لها. ملخص السيناريو حصل قدامي في قصتين 3، 2 منهم، ال3 ابطالهم ستات مبدئيا. وابطال دي مش معناها ان هم يعني حازوا النصر العظيم ولا الفظيع خالص، كل الموضوع ان هم اللي تصدروا المشهد. احدهم كانت صديقة شخصية ليا، من شدة المشاكل ومن شدة ال التعب النفسي والتوتر والشيل والحط توفت، وهي شابة صغيرة اصنفها كانت اصغر مني حبة كتير، ومع ذلك كنا اصدقاء. بعد وفاتها بشهور قليلة، طبعا انا وقتها كنت منهارة لانها اصغر مني حبة كتير، فانا كنت بعتبرها اختي الصغيرة مثلا. فلما توفت اللي بحكيه لكم ده من كذا سنة، بس هو جزء من استنتاج اليومين دول. لما توفت كنت شايلة هم اهل بيتها جدا، وحاولت على قد ما اقدر يعني اساند انا وجوزي واصحابنا والمقربين وخلافه. شهور قلائل ولقيت مكالمة من الزوج بيتكلم معايا في كيفية تقديم الزوجة الجديدة للأبناء والأهل الزوجة. واستمرت الحياة واندمجوا، فصل وعدى، يعني الله يرحمها فصل وعدى، سنة الحياة. كلاكيت تاني مرة، شباب، هنا بقى في زوج شباب، وتوفت وحصل وشالت وعملت وهي حية، يعني ما سابتش حاجة ورا ما تتعملش. وفصل وعدى وكله استأنف حياته. زوج وربنا ما أكرمهمش بأطفال، وشالت ومشاكل ويعني بصوا ال3 بقول لكم ابطال حكايه زي اللي بتطلع كده في الابطال الخارقين، ولكن دول كانوا على ارض الواقع. ستات مصريه محترمه من طبقات محترمه، مش هقول لكم بقى انهم من طبقه ضعيفه ولا مليونيرات وولاد ملوك وامراء، ناس شبهنا، ناس عاديين. وبعد ما اختفت بشهور قلائل الحياه استؤنفت. يعني ايه الحياه استؤنفت؟ يعني الحياه هتعدي وهتمشي، واحنا مش اخر الكون. ما بقولكوش كده بقى عشان افهمكم الحته دي من القصه، الحته دي واصلانا كلنا، لا، ده انا عايزه اكلمكم في الحته اللي مش واصلانا خالص.
ان احنا ناخد بالنا مننا احنا، ان احنا مهما تهزينا في علاقاتنا بازواجنا، بخطابنا، انا بقول بقى من اول الصغننين، بخطيبك، بحبيبك، بجوزك، بولادك، بابنك، ايا كان امتحانك جه فين او ابتلائك جه فين، اوعي اللي بينك وبين ربنا يقل. لان ده بقى اللي اكتشفت ان ملوش تعويض. كل اللي انا بشوفه بقى في المكتب عندي من ناس بيحصل لها هزة ثقة، وانا النهارده كلامي الاغلبه في للستات. ليه اغلبه للستات؟ لان الستات هي اللي بتتهز قوي كده، الهزات التقيلة دي، الهزات اللي تخسر دي. نبطل صلاة، ثقتنا بنفسنا تتهز، فنفك حجاب وننتقل من اقصى اليمين لاقصى الشمال، ودي فتنة طبعا، وابتلاء طبعا، وامتحان طبعا. لا الوم على حد ولا اتباهى على حد باللي ربنا ستره علينا لحد النهارده، ولكن انا بفكر نفسي وبفكركم ان كل اللي انت بتتهزي وبتتكسري وبتتفتفتي علشانهم دول، انت مش اكتر من جزء في حياتهم. انت بتخسري المهم في حياتك، انت اللي المفروض انه يقويكي على كل ده. احنا من كتر ما احنا عاطفيين، تركيبة الست في مجملها، من كتر ما اوقات احداث حياتنا بتلعب بينا الكوره ما بنبقاش عارفين احنا فين. بس نقطه الارتكاز الاساسيه ونقطه الثبات دي كمان بدات احس انها ضعيفه عندنا. لخبطتنا في الصلاه مع الازمات، لخبطتنا في القرب من ربنا كاننا بنعاقب نفسنا على ازمه ممكن يكون اللي قدامي اللي افتعلها. اغلبيه الستات اللي عندي اللي بتتهز ثقتهم في نفسهم او بتتهز علاقتهم برب العباد والعياذ بالله، ما بيبقوش هم اللي غلطانين. هفاجئكم، بيبقى اللي قدامهم الطرف الاخر هو اللي غلطان. الطرف الاخر ده ممكن يكون زوج، ممكن يكون خطيب، ممكن يكون ابن، بنت، مجتمع، اي حد. الستات اللي بتغلط هي هتتفاجئوا اغلبهم بيقربوا جدا من ربنا طبعا في المغفره، فما بيفقدوش الصله، ما بيفقدوش الصله اللي هم عايزين منها الخلاص، اللي عايزين من وراها الخلاص. بس كلنا بنفقد فكر محدد قعدت افكر فيه الاسبوع اللي فات ده كله، اللي هو ايه بقى؟ ان احنا في دار ممر، احنا مش قاعدين هنا، ودي مش بروفه، دي طرقه كده احنا معديين منها الى المستقر الاخير. فكل اللي حوالينا ده بالظبط بالظبط، عارفين اللعبه اللي كنا بنلعبها واحنا صغيرين، المونوبولي؟ ايوه برافو عليكم، افتكرتوها. كارد او بورد جيم كده، لوحه، وبنشيل بقى وننقل عربيات وبيوت وفلوس ونشتري ونبيع كل ده في البطيخ. في الاخر احنا هنختفي في يوم ما، في ساعة ما، في علم الله، وكل اللي حوالينا دول هيشتغلوا، وفلوسك هيورثها غيرك، وذهبك هيلبسه غيرك، والبيت اللي انت عمالة تحفلطي وتحفيطي وتشيلي وتحطي هيروح لغيرك. ده اذا فضل. والانتيكات اللي الناس اللي بتلمها عماله تلمها حته من الشرق وحته من الغرب، يمكن ما تشالش التراب من عليها، ده اذا فضلت سليمه او اذا احتفظوا بيها اصلا. ايه بقى اللي فاضل؟ ايه بقى اللي دايم؟ عمل طيب، سمعه طيبه، سرور تدخله على قلب مؤمن، حاجه كويسه نعلمها لولادنا، اثر طيب نسيبه في المجتمع. وبكلمه في المجتمع دي، ايوه انا قصدي من اول مجتمع اهل بيتك لحد مجتمع عمارتك او حيك السكني، لحد مجتمع أمة الإسلام اللي احنا عايشين في وسطها، لحد المجتمع الدولة اللي احنا فيها. أثر طيب، حاجة كويسة تقابل بيها وجه ربنا. ناس كتير لما اتفرجوا على الفيديو بتاع المهندسين اللي أنا كنت عاملاه قالوا لي إيه ده سماح، أنت عندك حس فكاهي وساخر رائع. حقيقي اللي يعرفوني عن قرب للأهل والقريبين عارفين أنا شخصية ساخرة جدا، وحتى كتير من العملاء اللي بيبقوا يعني في مقام الإخوات كده وبنتعاشر شوية بيوصلوا معاه لدرجة ان احنا ممكن نهرج نضحك، بس مش هو دي البصمة ولا ده الورث ولا ده اللي حسيت ان انا عايزة اطلع اقابل ربنا بيه. سلسلة من الحلقات الكوميدية الساخرة ما حبيتش، لان وانا بعمل كل حلقة انا بقعد اتناقش مع نفسي، هي دي ينفع تتحط في ميزان حسناتك يا سماح فتبقى ذرة، ولا اي حاجة تشيل عنك اي حاجة تانية وحشة انت عملتيها ومحدش فينا ما عملش؟
اوقات بقيت اقول واوقات بقيت اقول يمكن، وفي حلقات كنت ببقى متاكده جدا واقول باذن الله ربنا سبحانه وتعالى عالم انا نيتي كانت ايه في الحلقه دي. اذا من الاول ومن الاخر احسبوها حسبه انانيه شويه، بس مش انانيه دنيا، انانيه اخره. فاحسبوها صح، وافهموا ان الناس فينا اللي بتموت على الدنيا هي كده كده هتموت في الدنيا، ما تموتوش عليها، خلونا نموت مرة واحدة بس. مفيش داعي تموتوا اكتر من مرة، لان في ناس بتموت اكتر من مرة. في ناس بتموت من القهر، وفي ناس بتموت من القلق، وفي ناس بتموت من الخوف، وفي ناس بتموت من كتر ما هي متعلقة ببشر زائلين. في ناس بتموت كتير قوي قبل ما تموت الموتة الكبرى اللي هي موتة الطلوع من الدنيا والتحول بقى للبرزخ وللآخرة وخلافه. لا، احنا عايزين نفكر صح، احنا عايزين نحسب الدنيا على قدها. دنيا، حتى بصوا الاسم دنيا. كتير قوي وانا صغيرة لما كنت اقول دنيا كنت اقولها كده مستبشرة، يعني داخلة كده بقلبي وبصدري. وبعدين اكتشفت انها دنيا دي يعني تحت، يعني ترتيبها متدني في الأولويات. ممكن أكون ابتديت أحسبها على كبر، ممكن أكون بقول لكم كلام متكرر، بس وقف في زوري الفترة اللي فاتت، لأني شفت لقطات كتير جدا 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 ستات ماتوا على الدنيا وماتوا من كتر الأحداث الدنيوية، بس لما ماتوا بجد خلاص الدنيا استأنفت نفسها، الحياة مشيت. الرجالة اللي كنتوا بتموتوا وراهم عاشوا، والولاد اللي كنتوا بتموتوا عليهم عاشوا. كله هيعيش من بعدنا. احنا بقى عملنا وانتهزنا فرصة حياتنا دي عشان نحيا في ملكوت الله بقى سبحانه وتعالى في الجنان. يعني اذا كان ربنا كاتب لنا الجنة، عملنا اللي يودينا في الحتة اللي نتمنى نبقى موجودين فيها، اللي نرجو من رب العباد نبقى موجودين فيها. احنا اللي محتاجين نعبد صح، واحنا اللي محتاجين نقرب، واحنا اللي محتاجين رصيد بينا وبين رب العباد. احنا محتاجين كتير قوي، غير ان احنا نجري ورا الرجاله ونجري ورا عيال. على عيني وعلى راسي بنعمل، وانا واحده من الناس علمتكم وكلمت معاكم واتناقشنا مع بعض كتير، واحيانا حكيت لكم انا بعمل ايه. انا بعمل اللي اقدر عليه، بس ما بموتش ورا حد، وما بموتش على حد، وما بديش لحاجه اكتر من سعرها. يمكن بطلت، يمكن فهمت، يمكن ابتديت احسبها صح. قربوا من ربنا قوي، عشان دي الحاجه الوحيده اللي ما عندناش ملحق ليها. كل حاجه في الدنيا لها ملحق، وكل حاجه في الدنيا معوضه، واللي بيعوض ربنا. يعني ربنا اللي بيعوضنا. تفقدي راجل تتعوضي دنيا او اخره، حسبة ربك عدل وكريم. نفقد ولد او بنت معوضين بحكمه ربنا وبرحمته. نفقد اللي نفقده معوضين. نفقد مال، نفقد تعب، نفقد جزء من صحتنا، حتى نفقد جزء من جسدنا، معوضين من رب العباد. بس لو فقدنا صلتنا برب العباد مين اللي هيعوضنا وفين؟ لو خسرنا مع ربنا هنكسب ايه؟ ما هو بالعقل هنكسب ايه لو خسرنا دي؟ الدقيقة اللي بتعدي ما بنحوشهاش ولا بيجي غيرها، واليوم اللي بيعدي ما ينفعش نحوشه ولا يجي غيره. بس الراجل اللي بيعدي اوقات بيجي غيره، واوقات الحياة من غيره احيانا بتبقى افضل. الولاد اللي بيعدوا ان كانوا صالحين وربنا كرمنا، اذا كانوا يعني نص نص وربنا بيختبرنا، اذا ربنا امر بيهم واكرمك بغيرهم او اكرمك بثوابهم، في كل الاحوال معوضة. رب العباد بيعوضك. بس لو اللي بينك وبين رب العباد قل، مين هيعوضك؟ جوزك مش هيسلفك حسنة، ولادك محدش هيديكي حسنة يوم المشهد العظيم. يوم يفر المرء، يفر، مش هيبص، مش هيتناقش مع نفسه، لن يتردد، سيفر. من ايه بقى؟ امه وابيه وصاحبته وبنيه. يعني انسوا، محدش فينا هيبص على جنبه. املنا علاقتنا بربنا صحبة صالحة او علاقة صالحة مع اهل بيتنا، عشان بس يتسأل علينا واحنا قاعدين في الجنة، او اذا سبقونا هم على الجنة يسألوا علينا وينقذونا من قضاء ما قضيناه على نفسنا.
أو ما جربناه على نفسنا. النهاردة كل قصتي اللي أنا جاي أقولها لكم، اهدوا على نفسكم، اعتدلوا، وأنصفوا نفسكم في علاقتكم مع ربنا سبحانه وتعالى. أنصفوه بورد، بذكر. أنا من الناس اللي قعدت كتير قوي بجري ورا العبادات. أنا طماعة بقى، أنا كائن طفص. أنا اعترفت لكم قبل كده أن أنا طماعة جدا في العبادات وفي الدعاء فبحاول أقدر، يعني بحاول ألحق، وربنا رزقني الحمد لله باتنين 3 من صحابي مهما بصيت لهم ما بحصلش. يعني عايزة أصلي زي فلانة ما بقدرش، عايزة أحفظ زي علانة مش لاحقة، عايزة طب أقرأ أو يعني أتمكن من التلاوة والتجويد زي ترتانة مش ملحقة. فبدأت أعمل إيه؟ زهدي كده، لكل أناس يعني مشربهم. سامحي انت ليكي منطقتك، ركزي في منطقتك وخدي من الباقي، يعني حتة حتة. مش لازم تعيشي في الإحساس المزمن بالتقصير، علما بأن كلنا مقصرين. ولكن أنا جاية النهاردة أفكرك وأفكر نفسي بأن كل حد فينا ينقي اللي بيريحه الأقرب له في العبادة، طبعا بالإضافة للفروض. احنا بنتكلم على الزيادات، يعني الفروض لا نقاش فيها، ربنا عنا جميعا. ولكن في شوية زيادات كده نحاول نشجع بعض ان احنا ننتظم فيها ونخطب بها ود رب العباد بس. واللقطة دي انا ابتديت احسها في نفسي، بدأت بتهديني انا في نواقص الدنيا بقى. صاحبة اي كلام بقيت اعدي، حد من الاخوات او من الاهل دق اي كلام، يا ستي عدي. حد من الولاد رد يعني مش ألطف سيناريو، بعاتب وبقاوم وبعدي. موقف في الشغل حصل، موقف في الدنيا حصل، موقف في السياسة في الاقتصاد، عدي. هي قد كده، دي طرقة، أنا معدية من الطرقة دي فمش عايزة دوشة. بدأت أتعامل مع الطرقة بهدوء. عدوا من الطرقة كده على خير، نهدى ونفكر في اللي ما فيهوش خسارة. التجارة الوحيدة اللي ما فيهاش خسارة مع ربنا. عايز تعبد، عايز تسبح، عايز تعين خلق على تعبهم وعلى مشاكلهم، اعمل اللي انت عايزه، بس خلي دايما في بعد بتاع ربنا في الموضوع. خليك ناصح، خليكي فاهمة. حتى لو هتقفي تطبخي، عددي النوايا، اطعمي. انا بطبخ لاهل بيتي، بنوي اطعم وبنوي اتصدق بمجهودي وبصحتي، وممكن اكون واقفة مش قادرة اقف، بنوي افتح البيت، بنوي ادخل سرور على قلب مسلم لو حد داخل لي. عزايم العيد اللي فاتت تاجرنا فيهم بالنوايا تجاره ربنا وحده اللي يعلم بيها، واتمنى على الله ان احنا نطلع كسبانين شويه مكاسب ولو صغننه. ملخص القصه، احسبيها صح يا ست الكل، قبل ما تلاقي نفسك بتتشدي كده في حتت مش بتاعتك، وبتخسري حاجات بتاعتك، وبتخسري حاجات ما ينفعش تكسبيها من حد تاني. بطلي تسعري الدنيا الزايلة عالي قوي، وتسعري الآخرة الدايمة قليل قوي. ما تتلخبطيش، ركزي وسعري صح. اللي في الدنيا دنيا، واللي في الآخرة بعلوها عالي وغالي. نفكر بعض دايما. مش هوصيكم الحلقة بتاعت النهاردة، أنا مش عايزة منها انتشار. الحلقة بتاعت النهاردة أنا عايزة منها كلمة تتحسب لي وتتحسب لكم عند رب العزة يوم المشهد العظيم. احنا بنفكر بعض وبنذكر بعض ان كل اللي على الدنيا زي ما كان المتنبي بيقول تراب يسلم تراب لتراب. مش عايزة ابقى كئيبة قوي، احنا لسه متقابلين بعد العيد وانا شكلي لطيف وطلع بضحك، بس هي دي الدنيا. احنا لو ما فكرناش بعض ابقى بتوهكم، ولو ما ذكرناش بعض بالآخرة نبقى بنغري بعض بالدنيا، واحنا مش اهل دنيا، احنا معديين زي ما اتفقنا، دي طرقة. انا بس بفكركم بمقاس الطرقة عشان ما يضحكش عليكم. ربنا يصلح حالكم وحالي، يهدي البيوت كلها وبيتي من ضمنكم، يهدي الشباب والبنات كلهم وولادي وبنتي من ضمنهم يا رب. ايام كريمة، وكل ايام الله كريمة. في عرفات جوزي خبطني كلمة كده، بقول له النهارده والدعاء، كنت يعني مستغرب جدا. قال لي كل يوم عرفات، لو انت عايزة اخلاص النية يجيب لك عرفات كل يوم، ويجيب لك ساعة الإجابة كل يوم. ربنا موجود كل يوم وبيقبل دعانا كل يوم، كل يوم، كل لحظة،
كل ثانيه، كل نفس. خدتوا بالكم؟ يعني حقيقي الانسان احنا خلقنا من النسيان. اتمنى ان احنا نفضل فاكرين ونفضل نفكر بعض. وامانه عليكم لو انا نسيت فكروني. اشوفكم على الف خير، وباذن الله خلاص عدنا زي ما بيقولوا كده الى الجداول الطبيعيه. اشوفكم ان شاء الله بكره 10، واوعدكم انها مش هتكون حلقه كئيبه زي النهارده خالص. هنحاول على قد ما نقدر ان شاء الله انها تكون كده حلقه في جون من المواضيع اللي انتم طلبتوها الفتره اللي فاتت. اشوفكم على الف خير، وباذن الله مواعيدنا زي ما احنا 10 مساء، واشوفكم بالف خير بكره ان شاء الله. السلام عليكم.